يروى أن إنسانا عاش 3500 سنة وكان اسمه عوج بن عنق، ويقال إنه أطول وأضخم إنسان عرفته الدنيا. كان إذا وقف في البحر لا يبلغ الماء إلا كعبيه، وكان يصطاد الحيتان من البحر ثم يشويها بحرارة الشمس ويأكلها. ولد عوج بن عنق في زمن سيدنا آدم عليه السلام، وعندما وقع طوفان نوح عليه السلام لم ينجو من البشر إلا من كان في السفينة. ويروى أن عوج بن عنق كان الوحيد خارجها الذي بقي حيا. ويذكر أن سبب نجاته أنه كان قد ساعد سيدنا نوحا عليه السلام في بناء السفينة، فجلب له أخشاب الساج من بلاد الشام فحفظه الله من الغرق. وعاش عوج بن عنق منذ زمن آدم عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام، أي ما يقارب 3500 عام. ولكن لما ازداد ظلمه وطغيانه صدر أمر الله بعقابه، فكانت نهايته على يد سيدنا موسى عليه السلام. وبلا شك فإن الله على كل شيء قدير. اقترب منه موسى عليه السلام وضربه بعصاه فمات عوج بن عنق بيد النبي موسى. كان عوج بن عنق من أضخم الجبابرة في الأرض وأكبر الكافرين. ولد من زنا، وكان أول ابن زنا في تاريخ البشر. كانت والدته هي أول من ارتكبت البغاء والزنا بعد نزول آدم عليه السلام. وقد كان عوج بن عنق شخصا فاسدا يستغل قوته في الظلم والطغيان. عاش هذا العملاق في زمن العديد من الأنبياء، وكان آخرهم النبي موسى عليه السلام. يقال إن موسى هو من قضى عليه في نهاية المطاف. ففي إحدى المواجهات خرج عوج بن عنق حاملا صخرة ضخمة يمكنها أن تقتل جيشا بأسره، ولكن الله أرسل طيرا لينهش في الصخرة حتى فتحت ثغرة فيها. حينما سقطت الصخرة على رأس عوج انحشر رأسه بين كتفيه وسقط على الأرض. هنا اقترب منه موسى عليه السلام وضربه بعصاه، فمات عوج بن عنق بيد النبي موسى.